اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الهنا والفرحة والرضا والمحبة وراحة البال، صباح كل حاجة حلوة في حياتنا وحياتكم. ربنا يسعد أيامنا وأيامكم جميعا يا رب العالمين. بصوا بقى، النهاردة هنعمل وصفة بسيطة وسهلة وجميلة جدا، وكل الأطفال بتحبها، مش الأطفال بس، لا ده الأطفال والكبار كمان. هنعملها بمقادير موجودة في كل بيت وبطريقة حلوة وسهلة جدا، يعني من سهولتها بجد هتقومي تنفذيها دلوقتي. تمام. النهاردة هنعمل الكوكيز بمقادير سهلة وبسيطة ومن غير أي تعقيد. هنسمي بسم الله وندخل في المقادير على طول. انا معايا كوبايه سمنه. تمام. يعني كوبايه مش مليانه قوي. هضيف عليها كوبايه الا ربع، معاكي من كوبايه الا ربع لكوبايه سكر بودر. وهبتدي ان انا اخلط فيهم كده بالمضرب. طبعا لو ما عندكيش مضرب كهربائي عادي ينفع بالمضرب السلك العادي، ولكن هياخد وقت معاكي شويه لحد ما الخليط يفتح معاكي. تمام. هبتدي اضربهم كويس جدا مع بعض. احنا عارفين ان الكوكيز الوصفة الاساسية فيه هي الزبدة، ولكن الزبدة ممكن تكون مش متوفرة، ممكن تكون غالية، ممكن ما تكونش متواجدة في البيت. فانا عملتها ببديل ليها، وبجد بجد بتطلع ولا اروع من كده. طيب ينفع ايه تاني بديل؟ ينفع انك تضيفي كوباية الإدام دي تحطي نصها زيت ونصها سمنة، برضو ينفع. ولكن اللي هيطلع أنعم انك تحطي كوباية السمنة كاملة. تمام. بعد ما الخليط السكر البودر والسمنة افتح معايا، نزلت بالطين. تمام. وحطيت عليهم طبعا كيس فانيليا، او لو عندك فانيليا سايلة حطي معلقة فانيليا. وهبتدي اضرب فيهم لحد ما البيض برضو الخليط معايا يفتح والبيض يختفي معايا تماما. الوصفات دي كل ما بتضربيها كل ما كانت النتيجة بتبقى معاكي احسن وافضل بكتير. تمام. هبتدي ان انا اضربهم كده كويس جدا لحد ما الخليط يبقى فاتح معايا. هبتدي في بولة تانية أو في طبق تاني هحضر معايا 3 كوبايات من الدقيق، وهنزل عليهم بمعلقة الوصفة الأساسية إنك تحطي بيكربونات الصوديوم اللي هو الكربوناتو، ولكن أنا ما كانش متواجد عندي فحطيت معلقة بيكنج باودر. ده شغال وده شغال، وهي المادة الموجودة في البيكنج باودر هي بيكربونات الصوديوم، يعني الاتنين نفس النتيجة يعتبر تماما. هبتدي بقى انزل بالدقيق اللي معايا كده، هنزل بنص الكمية وابتدي ادوبه في الخليط اللي معايا اللي هو كان عبارة عن سكر وسمنة وبيض وعليهم طبعا الفانيليا. هبتدي انزل بالدقيق كده هو معايا لحد ما اخلط الدقيق في قلب المكونات اللي معايا. انا هنا مش بعجن، انا مجرد ان انا بدمج كل الحاجات المكونات في بعضها. انا هنا مش بعجن خالص. تمام. هديله كده لفتين وهبتدي كمان استغنى عن العجان، وهبتدي ان انا اخلط العجين بالسباتشولا او بايدك طبعا اللي يريحك. طبعا هيبقى معايا الخليط الى حد ما حاسه ان هو يعني طري شويه. تمام. انا هنا بقى هعمل نص المقدار اللي معايا هعمله كوكيز شوكولاتة، والنص التاني هسيبه ابيض زي ما هو. ابتديت ان انا اقسم العجين اللي معايا على نصين، وهنزل بمعلقة كبيرة أو معلقتين صغيرين من الكاكاو الخام. طبعا كل ما كنتي بتحطي كاكاو طعمه حلو ونضيف كل ما كانت النتيجة معاكي هتكون أحسن. وطبعا في الوصفات بتاعتي انتوا عارفين ان انا دايما بستعمل الكاكاو الأسباني، بجد ده من أفضل أنواع الكاكاو. المعلقة منه كأنك بجد حاطة شوكولاتة بجد، يعني ما بتحسيش فعلا ان هي كاكاو خالص. النوع البرازيلي جربته سيء جدا، النوع الهندي جربته سيء جدا. جربت كذا نوع كاكاو خام، ولكن الكاكاو الأسباني أفضلهم، حتى عشان كده هي أغلاهم برضو، تقريبا الكيلو منها ب 260 جنيه أو ب 240 جنيه. طبعا انت بتجيبي ربع كيلو ولا حاجة بيكفيكي كتير جدا، بيقعد عندك لأن كمان المعلقة منه مركزة جدا يعني. تمام.
ابتديت ان انا اخلط كده الكاكاو في قلب العجين لحد ما بقى معايا بالشكل ده. نص المقدار التاني عشان اظبط المعادلة بتاعته ويبقى مش ملزق بزيادة، هحط عليه معلقة كبيرة دقيق. تمام. وهبتدي برضو ان انا ادمج معلقة الدقيق في قلب العجين كده لحد ما بقت معايا متماسكة الى حد ما. طبعا الافضل في الوصفة دي ان انت تحطيه قبل ما تشتغلي في التلاجة، في التلاجة شوية يشد معاكي. تمام. طبعا الجو حر والسمنة اللي فيه او الإدام اللي فيه بيسيح، ولكن انا صراحة اشتغلت فيه على طول. هنا ابتديت اجيب شوكولات شيبس، ده بيتباع طبعا عند مستلزمات الحلواني او عند العطار، يعني هتلاقيه متواجد جدا. ببتدي اخد بالكرة الصغيرة، يعني كرة صغيرة خالص كده، لان هو كمان حجمه بيكبر شوية، هو مش بيتضاعف قوي ولكن حجمه بيكبر شوية اما بيدخل الفرن. ابتديت ان انا اشكله كده زي الكرة، وبعد كده ابططه حاجة بسيطة خالص كده ايه في الشوكليت شيبس. طبعا لو ما عندكيش شوكليت شيبس وعندك قوالب شوكولاتة خام، ممكن تكسريها حتت صغيرة وتحطي كده في كل واحدة حتتين تلاتة، برضو هتقضي معاكي الغرض جدا جدا. تمام. ابتديت بقى ان انا اشكلها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وابتديت دلوقتي ان انا اسخن الفرن معايا 10 دقايق. تمام. على درجة حرارة 200. وهدخل الكوكيز اللي معايا على درجة حرارة 180. اللي ما عندهوش تايمر يعني درجة حرارة هادية هادية. تمام. زي اللي بنشغلها على الكيكة كده. تمام. هبتدي بقى ان انا اعمل كل الكمية اللي معايا دي. وبجد بجد، يعني انتوا عارفين دلوقتي الكيلو ممكن يعدي 120 جنيه، احنا ما كلفناش في البيت اي حاجة، وما شاء الله هيعمل معاكي وهيرمي معاكي كمية حلوة جدا. يعني حاجة سناك كده في البيت، أو ينفع فطار للأولاد للأطفال الصغيرين. يعني بجد انت بتديهم حاجة مغذية وحاجة مفيدة وحاجة ما كلفتكيش، وبجد حاجة سهلة جدا. يعني بيضتين على كوباية سمنة، يعني حاجات كلها بجد متوفرة عندنا في كل بيت. أنا هنا هدفي من القناة إن أنا أنفعك، إن أنا أسهل عليكي أي وصفة أنا بعملها، سواء روتين سواء وصفات سواء أي حاجة. وبحب إن أنا كل حاجة إن شاء الله ألاقي لها بديل. ابتديت ان انا اعمل الكوكيز الشوكولاته كمان. بصوا معلقه الكاكاو، بصوا لون العجين عامل ازاي، ما شاء الله تبارك الله. ولسه كمان اما هيدخل الفرن اللون ده كمان هيغمق عن كده. يعني بجد انا التصوير كمان ظالم شكلها عامل ازاي والله بجد. هبتدي بقى أدخلها الفرن، يعني هتقعد معايا في الفرن من حوالي 10 دقايق ل12 دقيقة على درجة حرارة 180 زي ما قلتلك. تمام. جربي الوصفة دي، الوصفة دي سهلة وجميلة وممتعة بجد. يعني انت ممكن كمان تقعدي ولادك يعملوها معاكي، بجد هيبقوا مبسوطين جدا جدا جدا. بس عملت بقى كل الكمية اللي معايا، وده شكله بعد ما طلع من الفرن. بصي ما شاء الله تبارك الله، من 3 كوبايات دقيق ومكونات ما كلفتنيش اي حاجة بجد. يعني عمل لي اكتر من كيلو من الكوكيز، لان طبعا احنا حاطين سمنة وحاطين سكر وحاطين بيض، كل الحاجات دي بتزود معايا طبعا في الكمية. تمام. وده شكله للأمانة للأمانة بجد طالع تحفة. جربيه وارجعي تاني اكتبيلي في التعليقات دعوة حلوة من قلبك. لايك وشير وسبسكرايب للقناة. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.